إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. لك الحمد يا الله، لك الحمد يا الله على نعمك الظاهرة والباطنة. لك الحمد يا الله يا حي يا قيوم على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالأمن والأمان. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. أيها الإخوة والأخوات، احمدوا الله سبحانه وتعالى على ما من به من النعم عليكم، فأنتم والله أيها الأحباب في هذا المجلس المبارك وفي هذه الروضة الندية تحفكم فيها الملائكة وتتنزل عليكم الرحمة ويذكركم الله سبحانه وتعالى في من عنده. فاحمدوا الله على هذا الثبات وعلى هذه الاستقامة وما من الله سبحانه وتعالى به عليكم بحضور هذه المحاضرات الطيبة. فغيركم والعياذ بالله في الملاهي وفي اللهو وفي الفسق والمجون والخلاعة والعياذ بالله. الحمد لله القائل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الحمد لله المبشر لأوليائه وأحبابه وأصفيائه بقوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. الحمد لله الذي أنطق حبيبكم صلى الله عليه وسلم ورسولكم صلى الله عليه وسلم بالحق والصدق والوضوح، فقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فوالله أيها الأحباب، فوالله ثم والله لو عبدنا الله 1000 سنة ما ساوى ذلك نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. لذلك ذكر ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم أن رجلا من بني إسرائيل عبد ربه 50 سنة، فأعجب المسكين والعياذ بالله بعمله، فضرب له عرق في رقبته تلك الليلة، فما نام ولا عبد ربه ولا استراح، يتألم من ذلك العرق، فسكن العرق عند صلاة الفجر. وعندما لاح الصبح أرسل الله على مدرجته ملكا، وقد كان الله يرسل في بني إسرائيل الملائكة حتى يخبرهم بما فعلوا، فقال له يخبره، واسمعوا أيها الأحبة هذا الكلام النفيس، يخبره بأمر عظيم جدا. والله أيها الأحبة لو عبدناه كما قلت 1000 سنة ما ساوى ذلك نعمة البصر
نعمة واحدة فقط. فلماذا أيها الأحبة نعجب بأعمالنا وبإيماننا وبصلاتنا؟ لا أخي الحبيب، لا تعجب ولا يدخل الرياء قلبك أبدا. فقال له الملك: إن سكون العرق تعدل عبادتك 50 سنة. سكون العرق فقط تعدل عبادتك كم؟ 50 سنة. فكم عبدنا الله أيها الأحبة، وكم تقربنا إلى الله. فلك الحمد يا الله يا حي يا قيوم أن بينت لنا طريق الحق والثبات من طريق الزيغ والضلال. لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما على كل حال، حمد فان لدائم. وسبحانك اللهم تسبيح شاكر لمعروفك المعروف يا ذا المراحم. فكم لك من ستر على كل خاطئ، وكم لك من بر على كل ظالم. وجودك موجود وفضلك فائض، وأنت الذي ترجى لكشف العظائم. وبابك مفتوح لكل مؤمل، وبرك ممنوح لكل مصارم. إليك توسلنا بك اغفر ذنوبنا، وخفف عن العاصين ثقل المظالم. وحبب إلينا الحق واعصم قلوبنا من الزيغ والأهواء يا خير عاصم. حديثنا أيها الإخوة والأخوات في هذه الدقائق القليلة نسأل الله أن تكون مباركة عند الله سبحانه وتعالى عن الاستقامة والثبات على أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. حديثنا عن الثبات حتى الممات. وما هي وسائل الثبات على الطريق الواضح كوضوح الشمس في رابعة النهار؟ ورب سائل أيها الأحبة منكم يسأل فيقول: لماذا تحدثنا عن الاستقامة ونحن المستقيمون ونحن الذاكرون ونحن العابدون ونحن القانتون؟ فأقول: لسنا والله لمثل هذا العجب ولمثل هذا الرياء، وهذا والعياذ بالله من وسوسة الشيطان ليلقي في روع أحدنا أنه ملتزم وأنه مستقيم، فيعجب ذلك المسكين بعمله فيقع والعياذ بالله في الرياء والعجب. وما علمنا أيها الأحبة أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان محتاج إلى الهداية والثبات والاستقامة. كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله في دعائه في السجود: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو المؤيد بالوحي، وهو المغفور ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فنحن والله أيها الأحبة أولى وأحرى من نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. يحتاج هذا الدعاء وأمر الاستقامة والثبات منا الصغير والكبير والذكر والأنثى والرئيس والمرؤوس والغني والفقير. لماذا أيها الأحبة؟ لماذا نتحدث عن الثبات في زمن الفتن والملهيات؟ لأن الأمة قد تداعى عليها أعداؤها كما تسمعون في الأخبار، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم يومئذ كثير، غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل. إن الأمة أيها الأحبة بحاجة إلى الثبات، وخصوصا نحن نرى ونسمع ما يندى له الجبين من القتل والتشريد وسفك الدماء المعصومة بغير حق. إن الأمة بحاجة إلى الثبات والاستقامة مع تغير المفاهيم الصحيحة إلى خاطئة بوجود العولمة والغزو الفكري الذي غزي به أهل الإسلام، فتغير عندهم والعياذ بالله الحق إلى باطل، والحلال والحرام إلى حلال، والحلال إلى حرام. إن الأمة أيها الأحبة بحاجة إلى الاستقامة على أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى أخي الحبيب وأختي المسلمة، ترى بأم عينيك ما يخالف شرع الله ويخالف العقيدة من شرك وبدع وخرافات وتقليد أعمى لليهود والنصارى من أبناء الإسلام. إننا بحاجة إلى الثبات حتى ننتصر في الداخل وننتصر في الخارج. قال الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيها الأحبة، لنعلم أننا إذا استقمنا
وثبتنا على أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ففيه فوزنا وفلاحنا ونجاتنا في الدنيا والآخرة. ولتعلم أخي الحبيب وأختي المسلمة أنك ما خلقت في هذه الحياة عبثا، خلقت لأمر عظيم، خلقت لكي تثبت على أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله ما خلقك أخي الحبيب إلا لكي يختبرك، لكي يريد ثباتك واستقامتك، وإلا والعياذ بالله الزيغ والضلال عن أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا أيها الأحبة نتحدث عن الثبات؟ لأنك أخي الحبيب لا محالة غصبا عن أنفك معرض للفتن صباح مساء، كما قال نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على المؤمن كالحصير عودا عودا. فينقسم الناس إخواني في ذاك الموقف قسمين. القسم الأول هو الذي تلبس بالفتن والعياذ بالله، نظر إلى الفتن من عينيه، وسمع إلى الفتن من أذنيه، وتكلم بالفتن بلسانه، ومشى إليها برجليه، واستعملها والعياذ بالله بيديه، فوقع وانغمس في الفتن والملذات والشهوات. اسمع أخي الحبيب بماذا وصف الله قلب ذاك المفتون، قال: قلب مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ من يهدي ذاك القلب؟ من يهدي صاحب ذاك القلب الذي انغمس والعياذ بالله في الفتن والملذات والشهوات؟ غير الله سبحانه وتعالى. من يدله على طريق الثبات وهو لا يعرفه مع علمه بالحق؟ من يدله غير الله سبحانه وتعالى. أما الطريق الآخر وهو الطريق المشرف، جعلني الله وإياكم من أصحاب ذاك الطريق. قولوا آمين أيها الأحباب. هو موقف الثبات أمام الفتن والمغريات والملهيات، فلا يلتفت المهتدي بنور الله أبدا إلى الفتن، لأنه ثابت، فيثبته الله بأن يجعل قلبه بماذا وصف ذاك القلب؟ اسمع حبيبك صلى الله عليه وسلم بما يصف ذاك القلب. قال: قلب أبيض كالصفا يعرف المعروف وينكر المنكر لا تضره فتنة ما دام يمشي على الأرض. يا رب إنك للخلائق نور يسفي الضلال فيسقط الديجور وتضيء ألباب البرايا بالنهى فتعود بالآي الحصيف تمور وبك النفوس تعيش كل سكينة لا الخوف يضنيها وليس تخور فاملأ إلهي باليقين صدورنا ليعم فينا راحة وسرور. اللهم آمين، اللهم آمين. فمن وهبه الله قلبا مهتدي بنور الله فقد نال الخير والفلاح والفوز العظيم في الدنيا والآخرة. اسمع ماذا يقول الله عن أولئك القلوب المهتدية بنور الله. قال الله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذا علمت أخي وأختي عاقبة المفتونين بالملهيات فما عليك والله إلا طريق الثبات. بسم الله. ما عليك إلا طريق الثبات على الهداية حتى الممات، وهناك يكون الثبات الحقيقي على كلمة لا إله إلا الله. في تلك اللحظات الحرجة الحاسمة التي ستمر عليك أخي الحبيب بدون موعد
وبدون أخذ موعد أبدا. تلك اللحظات الحرجة الحاسمة، الموت، وما أدراك ما الموت، هناك يكون الثبات. فمن ثبت هنا على أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت هناك إذا يبس منها اللسان وضعف الجنان وارتخت اليدان. هناك أخي الحبيب لا تحتاج إلى صاحب ولا إلى صديق ولا إلى زوجة ولا مال ولا رئاسة ولا قصور ولا دور ولا منصب ولا أرصدة أبدا. والله لا ينفعك في تلك اللحظات إلا ثباتك على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن ذاك الموقف، قال سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فمتى أيها الأحباب نفوسنا تعقل وتبصر طريق الثبات؟ متى يكون ذلك أيها الأحبة؟ أيكون عند الممات؟ أيكون عند الصراط؟ أيكون في عرصات يوم القيامة؟ كلا وربي لا يكون لك ذلك إلا إذا استقمت وثبت على أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. يا نفس أنى تؤفكين حتى متى لا ترعوين، حتى متى لا تعقلين وتسمعين وتبصرين. يا نفس إن لم تصلحي فتشبهي بالصالحين وتفكري فيما أقول لعل رشدك أن يحين. فليأتين عليك ما أفنى القرون الأولين. أين الأولو؟ أين الآباء والأجداد والأصحاب أيها الأحباب؟ أين هم الآن؟ أين الأولو جمعوا وكانوا للحوادث آمنين؟ أفناهم الموت المطل على الخلائق أجمعين. فإذا مساكنهم وما جمعوا لقوم آخرين. أيها الأخوة والأخوات، والله إننا محتاجون إلى الثبات والاستقامة حتى نثبت هناك على الصراط. يوم أن تزل أقدام وتثبت أقدام، فتزل أقدام اتبعت طريق الهوى والشهوة الحرام وفتنت أنفسها بالملهيات والمغريات، وتثبت أقدام جعلني الله وإياكم من أولئك الثابتين. تثبت يوم أن ثبتت هنا على الاستقامة، يوم أن ثبتت هنا على اتباع أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فيا من يريد الثبات هناك على الصراط الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعرة وأروغ من الجمر وأروغ من الثعلب وأحر من الجمر وعليه كلاليب كشوك السعدان، كما قال النبي: فمخدوش ناج ومكدوس في النار. فمن يثبت أيها الأحبة؟ من يعبر ذاك الجسر براحة وطمأنينة وبنور الإيمان والثبات على الحق؟ إننا والله أيها الأحبة محتاجون للثبات لكثرة المنتكسين عن طريق الحق والهداية، ولأن الالتزام عند بعض الناس لم يؤسس على أسس ثابتة. فنسأل الله لنا ولهم الثبات والهداية. إخواني، إذا أردنا أن ننضم من تلك الليلة إلى قافلة المستقيمين على شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون لنا الشرف في الدنيا والآخرة، وتكون لنا الحياة السعيدة الطيبة في الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. الثواب، الفائدة: فلنحيينه حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة، وعد من الله صادق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وعد من الله، قال: فلنحيينه حياة طيبة. والثانية: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذا أردنا فلنفعل مثل فعل ذاك الصحابي الجليل الذي هو ثابت ومستقيم على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الله، ولكن أراد الزيادة في الثبات، أراد الزيادة في الثبات والاستقامة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل؟
ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، ذهب إلى النبي وقال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فماذا قال له النبي؟ قال له كلمات جامعة قليلة ولكنها تحوي معان عظيمة وفوائد جليلة، من أخذ بها نال الخير في الدنيا والآخرة. قال له النبي: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسولا. قل آمنت أنه لا حياة ولا فوز ولا فلاح ولا سعادة إلا بالثبات والاستقامة. قل آمنت أنه لا طريق إلى الجنة وإلى النعيم المقيم وإلى ذلك الفوز العظيم إلا بالثبات والاستقامة. ثم تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى بعدما ذكر له: قل آمنت بالله ثم استقم، قال له إذ يقول الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. جزاء ثباتهم واستقامتهم على أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم نالوا السعادة العظيمة من الله سبحانه وتعالى. قال قتادة عن هذه الآية: استقاموا على طاعة الله. وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية كما تلاها نبينا صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. وقد قال الله سبحانه وتعالى لمن استقام على المنهج: اسمع أخي الحبيب بما نال ذاك الفوز العظيم بسبب ثباته واستقامته. قال الله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. كثير من الناس يشتكي موت الأرض بسبب نزول الأمطار، وما ذلك إلا بعدم استقامتنا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فلا حياة للنفوس ولا حياة للأرض ولا حياة للبهائم ولا حياة لكل شيء إلا بالاستقامة على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، لننظر نظرة صادقة بسم الله في أحوال المستقيمين على طاعة الله، لننظر إلى النماذج المثالية، لننظر إلى تلك المثل العليا في استقامتهم على أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا وهب بن منبه الزاهد العابد التقي يرحمه الله، اسمع لفعله، ووالله لو أقمنا الحاضرين كلهم على أن يفعلوا مثل فعل وهب ما فعلوا إلا من وفقه الله ورحمه. يلبث وهب بن منبه 20 سنة، وأنا أولكم كما قلت، أنا معكم. يلبث 20 سنة لم يجعل وهب بن منبه بين العشاء والفجر وضوءا، يعني يصلي الفجر بوضوء إيش؟ العشاء، يعني طول الليل إيش؟ قائم راكع ساجد خاضع لله سبحانه وتعالى 20 سنة. ونحن ربما الواحد منا لو استطاع أن حزم على نفسه واجتهد 40 يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الذي فيها براءة من النفاق ما استطاع أبدا 40 يوما. وهذا وهب يلبث 20 سنة لم يجعل بين وضوء العشاء ووضوء الفجر وضوءا، يعني يصلي الفجر بوضوء العشاء. فما أعظم تلك الاستقامة أيها الأحبة. وذاك بشر الحافي لما توفي رحمه الله الزاهد العابد التقي الذي كان إمام أهل السنة والجماعة يجلس عند بشر، فلامه أحد طلابه فقال: يا إمام أتجلس عند بشر الحافي؟ فقال: ولماذا ما أجلس عند بشر الحافي؟ وهذا هو العجب الذي وقع في كثير من طلبة العلم. قال: لماذا ما أجلس عند بشر الحافي؟ عنده الزهد وليس عندي، أردت أن أخذ منه الزهد. لما توفي بشر الحافي خرجت بغداد عن بكرة أبيها، فما جلس يقول الراوي في ذاك اليوم أحدا في البيت، رجالا ونساء، خرجوا في جنازة رجالا فقط، لأن النساء لا يجوز أن يخرجوا إلى المقابر. خرجوا جميعا فما جلس واحد. فرؤي علي بن المديني ذاك المحدث الفقيه يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: هذا والله شرف الدنيا قبل شرف الآخرة.
ما السبب في خروج الناس كلهم؟ اسمع أخي الحبيب، يقول والله ما أخرجت بغداد، يقول إبراهيم الحربي والله ما أخرجت بغداد أتم عقلا من بشر الحافي ولا أحفظ للسانه، ما عرف والله له غيبة لمسلم أبدا. أرأيتم الثبات والاستقامة على أمر الله وأمر الرسول، ونحن كثير من مجالسنا فيها الغيبة والنميمة والطعن بالعلماء والدعاة وبالأمراء والحكام وبالأصحاب والأصدقاء والجيران، فهذا والله غير طريق الثبات والاستقامة. وكان ابن دقيق العيد رحمه الله حافظا للسانه مقبلا على شانه، يقول ما تكلمت كلمة إلا وأعددت لها الجواب بين يدي الله عز وجل. وهذا العماد المقدسي الزاهد العابد ما عرف أنه عصي الله بمعصية قط، ومع هذا كان من دعائه المشهور اللهم اغفر لأقسانا قلبا وأكبرنا ذنبا وأعظمنا جرما يا دليل الحيارى، دلنا على طريق الصادقين واجعلنا من عبادك الصالحين. ولما جاءته السكرات، اسمع أخي الحبيب الثبات الحقيقي، لما جاءت السكرات العماد المقدسي تشهد واستقبل القبلة وقال يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث برحمتك أستغيث، وتشهد وكان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. فاللهم ثبتنا على الاستقامة في الحياة وعند الممات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا رب ما لي عن رضاك بديل، إني ببابك سائل ونزيل، أنت الذي غمر الأنام عطاؤه ولك الكثير وما نروم قليل، فاختم لنا بالصالحات حياتنا وبجنة الفردوس حين نؤول. اللهم آمين اللهم آمين. أيها الأحباب، هناك عوامل إذا تمسكنا بها في هذا الزمن، في زمن الفتن والملهيات، نجونا بإذن الله، وهي والله عوامل الثبات على أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في هذا الزمان وقد أضحى الدين غريبا، فالقابض على دينه في هذا الزمان كالقاضي على الجمر كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لفساد الزمان وندرة الإخوان كما قال ابن القيم، وضعف المعين وقلة الناصر إلا من رحم الله إلا من رحم الله. نعم أيها الأحبة، عوامل الثبات مهمة لا بد أن نعمل بها. لماذا؟ لأن قلبك أخي الحبيب وقلبك أختي المسلمة أشد تقلبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من القدر إذا اجتمع غليا، وهو كأصل شجرة في مهب الريح يقلبها الريح ظهرا لبطن كما قال رسولكم صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا حال القلب فنحن والله أولى وأحرى لعوامل الثبات لكي تثبت قلوبنا على أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أول عامل من عوامل الثبات الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فبالإخلاص يسود الناس. بالإخلاص أيها الأحبة به عز النفوس ونجاة النفوس وبه رضا الرحمن، لأننا أيها الأحبة كل ما نتعلمه بدون إخلاص فهو هباء منثورا والعياذ بالله، وكلما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن الإخلاص أيها الأحبة في الوسائل والمقاصد والأقوال والأفعال هي والله بضاعة الآخرة، ولا يرتفع يوم القيامة إلا المخلص الصادق. وقد قال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بالإخلاص أيها الأحبة يسود الناس ويرتفع ذكرك أخي الحبيب، فما علينا إلا العمل بالإخلاص قبل حلول ما يخشى العبد ويخاف، وحينها يندم الضاحك ملء فيه على ما فرط في أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أتضحك أيها العاصي ومثلك بالبكاء أحرى، وبالحزن الطويل على الذي قدمته أولى، نسيت قبيح ما أسلفت والرحمن لا ينسى، فبادر أيها المسكين قبل حلول ما تخشى، بإقلاع وإخلاص لعل الله أن يرضى. ثاني هذه الوسائل أيها الأحبة
وسائل الثبات والاستقامة القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه هداية وثباتا وبشرى للمؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فقط وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلاما نفيسا عن القرآن، قال: هو حبل الله المتين وهو نوره المبين، من تمسك به عصمه الله، ومن اتبعه أنجاه الله، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن أولئك الكفرة الذين قالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم: لماذا يا محمد ما ينزل عليك القرآن جملة واحدة؟ وتعلمون علم اليقين أن القرآن نزل منجما حسب الوقائع والأحداث. فأجابهم الله سبحانه وتعالى في آية عظيمة، قال: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لماذا؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فنزل القرآن منجما حسب الوقائع والأحداث لكي يثبت قلب النبي ويثبت قلوب صحابته وقلوب أمته إلى يوم القيامة. القرآن أيها الأحبة مصدرا للثبات على الاستقامة. لماذا؟ لأنه يزرع الإيمان ويزكي النفس ويطهرها. القرآن مصدرا للثبات والاستقامة لأنه يسلم القلب من رياح الفتنة وخصوصا في هذا الزمان. القرآن مصدرا للثبات والاستقامة لأنه يرد على كل الشبهات المضلة والتصورات الخاطئة. إذن القرآن أيها الأحبة مصلح لأنفس البشر. قال الله سبحانه وتعالى عن هذا القرآن الذي صلح به نفوس كثير من الناس، وقد وصف الإصلاح في 4 مواطن في آية واحدة، 4 مواضع و4 فوائد، 3 منها متحققة في الدنيا، أما الرابعة فهي متحققة بإذن الله لمن ثبت واستقام على أمر الله في الآخرة. يقول الله واصفا القرآن في آية عظيمة في سورة يونس، قال الله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى. هذه 3 فين؟ في الدنيا. الرابعة: ورحمة للمؤمنين. فمتى ما اتعظنا بالقرآن، متى أصبح القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، شفينا من جميع الأمراض الحسية والمعنوية، فلا نحتاج فيها إلى طبيب ولا نحتاج فيها إلى أي إنسان يقرأ على مريض، لأن قال موعظة، ثم قال شفاء لما في الصدور، لما في القلوب من الأمراض، ثم الثالثة وهدى، ثبات واستقامة. فإذا نال العبد ثباته واستقامته بالقرآن، بهذا الكتاب المبين، نال رحمة الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فما أعظمها أيها الأحبة من فوائد، وما أعظمها من ثمرات متحققة لأهل القرآن. تأملوا أيها الأحبة، بسم الله، تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال يوما لصحابته: خذوا القرآن من 4. خذوا القرآن من 4. لماذا النبي اختص هؤلاء ال4 من دون سائر الصحابة؟ لأنهم أفضل صحابة النبي وكلهم ثابتون مستقيمون، أفضلهم ثباتا واستقامة على القرآن. قال من ابن مسعود وأبي بن خلف ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أبي بكر وعمر إلى المسجد ليلا قبل صلاة الفجر، فإذا قارئ يقرأ القرآن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس النبي يستمع لقراءته ومعه أبو بكر وعمر. فلما انتهى من الصلاة وأخذ في الدعاء، وكان يقول، وهو ابن مسعود، وكان يقول دعاء عظيما احفظوه أيها الأحبة واكتبوه، لأنه دعاء الثبات والاستقامة لابن مسعود. كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفذ، وأسألك مرافقة نبيك في جنان الخلد. والنبي يستمع ويقول: سل تعطى سل تعطى سل تعطى.
وعد من النبي وبشرى. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفذ وأسألك مرافقة نبيك في جنان الخلد. والنبي يقول سل تعطى سل تعطى سل تعطى. فلما ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكي يبشر ابن مسعود بتلك البشرى العظيمة، وجد أن أبا بكر الصديق قد سبقه بالبشرى. ما أعظمها أيها الأحبة من ثبات لابن مسعود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فأهل القرآن أيها الأحبة قلوبهم مهتدية بنور الله. لماذا؟ لأن طول أيامه وأوقاته وثوانيه ودقائقه ولياليه كلها مع القرآن، يحيا مع القرآن، نفسه وذكره ونظره كله مع القرآن. فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. واستمعوا لابن القيم ذاك الثابت المستقيم، قد ذكر أهل القرآن في أبيات جميلة جدا يصف أهل القرآن ويأمرهم بعدة صفات لا بد أن يتصفوا بها. يقول ابن القيم يرحمه الله: أهل القرآن أئمة به مهتدى، أهل السلوك إلى رضا الجبار، لكن عليهم أن يقوموا بالذي فيه من المشروع للأبرار. أولاً صدق وإخلاص وحسن عبادة وقيام ليل مع صيام نهار، وتورع وتزهد وتعفف وتشبه بخلائق الأخيار، وديانة وصيانة وأمانة وتجنب لخلائق الأشرار، وأداء فرض واجتناب محارم وإدامة الأوراد والأذكار. يا حامل القرآن إن تك هكذا فلك الهناء بفوز عقبى الدار، ومتى أضعت حدوده لم تنتفع بحروفه وسكنت دار بواري. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم ذكرنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن قائدا وشفيعا لنا يوم القيامة يقودنا إلى جنات تجري من تحت الأنهار. ثالثا أيها الأحبة، بسم الله، من عوامل الثبات الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبطاعته وترك جميع المعاصي. فالالتزام الحقيقي والثبات ليس الالتزام الأجوف الذي هو في الظاهر فقط وفي الشكل، لا والله أيها الأحبة، إنما الالتزام الحقيقي في القلب وفي العمل وفي التطبيق وفي المنهج على أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك أخي الحبيب وأختي المسلمة 4 فوائد متحققة لك متى ما استقمت على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو في تلك الآية العظيمة في سورة النساء. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يقول السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية كلاما نفيسا جدا، يقول 4 أمور متحققة لمن أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم. أولها، واكتب أخي الحبيب لأنه والله من العلم، قال: أولها الخيرية، فيطيع العبد فيصبح العبد الطائع من الأخيار المصطفين لله سبحانه وتعالى من الله. ثانيها حصول التثبيت، قال: لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، بل زيادة الإيمان والطاعة إلى الله سبحانه وتعالى. فكلما زاد الثبات وكلما زادت الطاعة زاد الخير عند ذاك الثابت المستقيم. ثالثا الأجر العظيم في العاجل والآجل للروح والقلب والنعيم المقيم في الآخرة. رابعا الهداية إلى الصراط المستقيم، وهو والله شرف وما أعظمه من شرف لمن أحب هذا الطريق ولمن أحب الله غاية الحب وأحب نبيه صلى الله عليه وسلم غاية الحب. لأن أعظم محب لنا في هذه الحياة ليس الملذات والشهوات وليس الأهل والزوجة والأولاد وملذات الدنيا وهوايا، لا، إن أعظم حب ينبغي أن ينطبع في قلب العبد في قلب الثابت هو حب الله سبحانه وتعالى. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
كلنا نعرف معنى العبادة وقد فسرها كثير من أهل العلم، لكن أعظم تفسير لهذه الآية هو تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. اسمع ماذا قال، كلام نفيس أيها الأحبة، كلام نفيس لشيخ الإسلام. يقول: العبادة معناها غاية الحب بغاية الذل، غاية الحب بغاية الذل، فمن أحب الله غاية الحب عبده بغاية الذل والانكسار والانطراح بين يديه. وما أعظمه من ثبات أيها الأحبة يوم أن يكون العبد محب لله ومحب للرسول صلى الله عليه وسلم. ألا حبذا حب الذي الموت لقياه، وحب الذي دار البقاء من عطاياه، وحب الذي تلقاه في كل ساعة، وفي البحر تلقاه وفي القفر تلقاه، وحب الذي يمحو الذنوب جميعها بتوب وباستغفاره وبرحماه، وإن تاب لم يغلق عن التوب بابه، ولكن يلبيه سريعا ويرضاه. ألا حبذا حب الذي جمع الثناء، وأفعاله حسنى جميعا وأسماه. ما أعظمه أيها الأحبة من شرف يوم أن يتحقق في ذاك العبد وفي تلك المؤمنة الصادقة القانتة الصائمة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك فضل والله أيها الأحبة، لأن الله وعد للمطيع للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ذلك الفضل بسبب ثباتهم على الحق والطاعة لله والرسول، ذلك الفضل بسبب بعدهم عن الفواحش والمنكرات والموبقات، ذلك الفضل بسبب تركهم للفتن والشبهات الصارفة عن الحق. أخي الحبيب، لما احتضر أبو سفيان رضي الله عنه بكى عليه أهله، ومعلوم أبو سفيان قبل الإسلام وبعد الإسلام، فقال كلاما عن الثبات والاستقامة. قال: لا تبكوا علي، فوالله منذ أسلمت لم أتنطف بخطيئة قط. إذن ثبات واستقامة على أمر الله. ونظر عروة بن الزبير رضي الله عنه إلى رجله التي قطعت فقال: أما والذي حملني عليك إنه ليعلم أني ما مشيت بك إلى الحرام قط. وقال بشر ابن الوليد: سمعت أبا يوسف تلميذ أبا حنيفة يقول في مرضه الذي مات فيه: اللهم إنك تعلم أني لم أطأ فرجا حراما قط، ولم آكل درهما حراما قط. فالله أكبر على تلك النماذج والصور للثبات والهداية والالتزام والطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يمن على حالنا وعلى ضعفنا وقصورنا وتقصيرنا في جنب الله سبحانه وتعالى. بسم الله. رابعا من عوامل الثبات والاستقامة معرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقصة ثباته على الحق إلى أن بلغ قومه ما أمر به، ما أمره به ربه سبحانه وتعالى من الهدى والنور. فكيف كان الصبر المحمدي لنبينا صلى الله عليه وسلم في دعوته؟ لبث النبي 23 سنة لم يجزع يوما قط، لم يتخلى عن دعوته ورسالته، صبر وثبت واستقام. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، ضربوه، حاربوه، طردوه، ألقي سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وهو صابر صلى الله عليه وسلم ثابت مستقيم لا يتردد. مات أحبابه، مات أصحابه، مات أبناؤه، بناته، أوذي أصحابه في الله، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا مستقيما.
خرج عليه ملك الجبال مع الأذى الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال بثباته واستقامته: لا، إنما أريد أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. صبر النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما ألمت به الحوادث والمصائب والملمات، ومع ذلك لم يجزع يوما قط ولم يتكلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عابدا لربه حقيقة العبادة. كان عابدا صلى الله عليه وسلم. ألقي سل الجزور وعذب النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته ودخل حلقة المغفر في وجنتيه وسال الدم على وجنتيه وعلى وجهه، وقال النبي في ثباته: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أرأيتم ثباتا واستقامة أفضل من ثبات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عوامل الثبات معرفة سيرة الصحابة رضوان الله عليهم، وسيرة التابعين وتابع التابعين والعلماء الربانيين، كيف كان تقواهم، كيف كان جهادهم، كيف كان ورعهم وعلمهم وخشيتهم لخالقهم، كيف كانت مراقبتهم لله في كل صغيرة وكبيرة في حياتهم، كيف كان صبرهم على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نالوا الثبات والإمامة في الدين. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذا أردت أخي الحبيب الثبات والاستقامة فاقرأ قصص الأولين، اقرأ سير أعلام النبلاء للذهبي والتذكرة للذهبي، واقرأ سير أولئك الأفذاذ الأوائل الآباء والأجداد كيف كان ثباتهم واستقامتهم لله سبحانه وتعالى. قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قال عطاء: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ تأملي أختي المسلمة هذا الكلام النفيس ابن عباس. هذه المرأة السوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع فادع الله لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما قال لها اذهبي لساحر يفك عنك السحر، أو اذهب لذاك الكاهن لكي يفك عنك الكهانة، لا، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت، واختارت ماذا أيها الأحبة؟ لو كان واحد منا اختار دعاء النبي لكي يعافى من ذلك البلاء، قال: أصبر يا رسول الله، لأن هناك إيش؟ الفوز العظيم إيش؟ الجنة. فصبرت على الصرع حتى نالت الجنة. يقول ابن عباس: ما أعقلها من امرأة، ما أعقلها وأصبرها، ثبتت واستقامت. أيها الأحبة، تأملوا حال سحرة فرعون لما آمنوا برسالة نبي الله موسى عليه السلام. طوالي قال لهم فرعون: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. فماذا قالوا أيها الأحبة ثباتا واستقامة على أمر الله؟ قالوا كلاما يبقى إلى يوم القيامة، وهم ما دخلوا إلا بألسنتهم وليس بأعمالهم، لكنهم ثبتوا واستقاموا. قال الله حاكيا عنهم: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هذه الحياة ستزول، ولا يبقى لك أخي الحبيب إلا ثباتك واستقامتك على أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن عوامل الثبات مجالسة الصالحين أمثالكم، والاقتداء بأقوالهم وأفعالهم، وأخذ القدوة من حياتهم وثباتهم على الطاعة والسنة، لأن في مجالستهم البشرى من الله والمحبة من الله سبحانه وتعالى لأهل مجالس الذكر. وأنا أوصيكم يا أهل جدة، أوصيكم ألا تفرطوا في هذا المخيم الشبابي، لا تفرطوا في محاضرة قط، لا تسألوا عن فلان العالم الفلاني والداعي الفلاني والداعي المعروف، لا، احضر أخي الحبيب حتى لو كان أقل الناس، حتى تنال شرف المحبة وتنال شرف البشرى من الله
كما قال الله في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتجالسين في. وجبت محبتي، وجبت وعد من الله للمتجالسين في. وما أعظمه من فوز يقول الله لأصحاب تلك المجالس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتهم حسنات. قالت الملائكة: يا رب إن فيهم فلان أتى لغير حاجة، عبد خطاء. قال: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليس. هم القوم لا يشقى بهم جليس. ما أعظمه من فضل أيها الأحبة أن الله يقول لملائكتي: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، لأهل المجالس. وذلك في الحديث العظيم الذي خرج النبي على حلقة في أصحابه قال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. فما أشرفه من فضل عظيم لمجالس الصالحين. فلا تفرط أخي الحبيب في أي محاضرة في أي مكان قط، احضر حتى تنال شرف المحبة وشرف الصحبة وشرف الثبات والاستقامة على أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن عوامل الثبات العلم النافع الذي يؤدي بصاحبه إلى خشية الله ومراقبته وتعظيم أوامره. ومن يعظم شعائر الله الفوز والثواب فإنها من تقوى القلوب. وأعظم المعظمين لشرع الله وأوامر الله وأمر رسوله الذين يطلبون العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. العلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلى سواد الظلمة القمر. وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها ولا البصير كأعمى ما له بصر. أيها الأحبة، شهد الله لأهل العلم دون غيرهم وقارن شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى وزكاهم فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أهل العلم أيها الأحبة يبصرونك بالحق، يبصرونك بالهداية والثبات، ويبعدونك عن الملذات والشهوات. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. طلبة العلم أيها الأحبة هم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال في الحديث: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله وافتوهم. فهل بعد هذه الفضائل في فضل العلم فضل غير الثبات والاستقامة؟ فمن يتعلم ويجلس مجالس الذكر ينال الثبات والاستقامة. العلم زين وتشريف لصاحبه فاطلب هديت فنون العلم والأدبا. لا خير في من له أصل بلا أدب حتى يكون على ما زانه حدبا. العلم كنز وذخر لا نفاد له نعم القرين إذا ما صاحب صحبا. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل فيلقى الذل والحرب. وجامع العلم مغبوط به أبدا فلا يحاذر فوتا لا ولا هربا. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به درا ولا ذهبا. ومن عوامل الثبات أيها الأحبة ملازمة الذكر والاستغفار صباح مساء، فهو جلاء القلوب وشفاؤها ودواؤها عند اعتلالها. فذكر الله أيها الأحبة شفاء للقلوب، يشرح الصدر ويزيل عنه الوساوس والهموم والغموم والأحزان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
لذاك الرجل لا يزال لسانك إيش؟ رطبا بذكر الله. الذكر يحبه مرضاة للرحمن، مطردة للشيطان، مزيل للغم والهم. الذكر جالب للرزق، فاتح لأبواب المعرفة والثبات على الحق، وهو غراس الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بذكر الله ترتاح القلوب، ودنيانا بذكراه تطيب. إذا ذكر المحبوب عند حبيبه ترنح نشوان وحن طروب. الجنة أيها الأحبة طيبة التربة، عذبة الماء، وهي قيعان، وغراسها ذكر الله سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول يحيى بن معاذ الرازي، واستمعوا لهذا الكلام النفيس جدا من ذاك التقي العابد، قال: يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام في اللوح المحفوظ وهي تكتب اسمك عند ذكرك مولاك لمت شوقا إلى مولاك. نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين لله سبحانه وتعالى. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هديه إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أيها الأحبة في الله، نكمل عوامل الثبات ثم نجاوب على بعض الأسئلة. من أعظم أيها الأحبة عوامل الثبات، وهو الذي ينبغي أن نقف عنده عدة وقفات، وهو والله أيها الأحبة أعظم عوامل الثبات ثباتا متى ما التزمنا به وتمسكنا وعملنا به، ألا وهو سلامة الصدر من الغل والحقد والحسد وسوء الظن بالإخوان، وهو والله أيها الأحبة أعظم عوامل الثبات. فإذا سلم أخي الحبيب وأختي المسلمة صدوركم وقلوبكم لإخوانكم من الغل والحقد والبغضاء والضغينة، فاعلم والله أنك موفق ومسدد ومثبت بأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كنت غير ذلك تفور لأتفه الأسباب، تفور لأدنى خطأ من أخوانك، فيحملك ذلك إلى أن تتصيد الأخطاء وتشنعها، فهذا والله رأس الفتنة، وهو الداء الدفين، وهو البلاء والشر المستطير الذي يرجع بصاحبه إلى الوراء وإلى الانتكاس. يقول الله سبحانه وتعالى عن سلامة الصدر، يقول الله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من كل شهوة، سليم من كل شبهة. فسلامة الصدر مطلب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج يوما على صحابته فقال: إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. لا تحدثوني عن أصحابي، لا تحدثوني فلان فعل وفلان فعل، لا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فسلامة الصدر مطلب للثبات على الحق وطريق الخير والهدى والرشاد، ولأنه دافع للأعمال الصالحة. متى ما سلم صدرك إخوانك دفعك، ومتى ما حملت لإخوانك جعلك متقاعس وجعل فيك الغم والهم والحزن. الثبات أيها الأحبة، سلامة الصدر، هو قصة الثبات. ذاك الرجل الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة 3 مرات، فتبعه الصحابي فوجد عنده أنه لا يحمل في قلبه غلا ولا حقدا ولا يحسد أحدا أعطاه الله شيئا. إذن ليس بكثرة الأعمال، ليس بكثرة الصيام ولا الصلاة، لا، إنما بسلامة الصدر أيها الأحباب. قال: إني لا أحمل غلا ولا أحقد أحدا ولا أحسد أحدا أعطاه الله. ووالله والحبة قصة قد ذكرتها في شريط الخالدون، وهي الله من أعظم القصص في سلامة الصدر للإخوان. رجل جار لي، ابن عم لي، بابه في بابي، مات أيها الأحباب وهو ساجد. أتعلمون أن هذا الرجل رجل عامي قليل، ما هو من طلبة العلم ولا هو من العلماء ولا هو من الزهاد ولا العباد، لكن كان يداوم على ركعتين الضحى، يداوم على ركعتي الضحى لا يتركها أبدا، وكان عنده دكان في القرية. فدخل يوما المسجد وصلى الركعتين وختم الله له وهو في السجدة الأخيرة، فوجدوه وهو ساجد. تأملت في ذاك الرجل، وكنت صغيرا ذاك الوقت،
الرجل ليس كثير عبادة وليس من أهل العلم، كيف يختم له بهذا؟ فلما من الله عليه بالالتزام ودخلت في دائرة الدعوة ومن الله عليه بأن أكون داعية، نسأل الله الإخلاص في القول والعمل، سألت ابنا له فقلت: اسأل أمك ماذا كان يصنع أباك؟ لماذا ختم له بهذه الخاتمة الحسنة؟ فسأل زوجته أو أمه فقال: ذاك الرجل كان لا يحمل شيئا على أحد، كان الناس يقطعونه وهو يصلهم، كان الناس يسبونه وهو يحلم عليهم. فقلت: توافق دوام العمل مع سلامة الصدر، فختم له هذا الرجل بهذه الخاتمة الحسنة. إذن أخي الحبيب، أعظم عوامل الثبات، لا تقول كثرة الصيام كثرة الصلاة، لا، نعم هي عامل الثبات، لكن أعظمها سلامة الصدر. متى ما سلم صدرك زاد إيمانك، زادت عبادتك، زاد صيامك، زاد ثباتك، زاد ذكرك إلى الله سبحانه وتعالى، وتقربت إليه بجميع أنواع الذكر والقربات لله سبحانه وتعالى. إذن مهم أيها الأحبة سلامة الصدر. أخي ما بال قلبك ليس ينقى، كأنك لا تظن الموت حقا، أيا ابن الذين فنوا وبادوا، أما والله ما بادوا وتبقى، وما أحد بزادك منك أحصى، وما أحد بزادك منك أشقى، وما للنفس عندك مستقر إذا ما استكملت أجلا ورزقا. ومن عوامل الثبات أيها الأحبة تذكر الجنة وما أعده الله للثابتين المستقيمين من النعيم المقيم الثابت الخالد الأبدي، وهي والله سلعة غالية لا تنال لأي إنسان إلا لمن ثبت واستقام. وكثير من الأسئلة أيها الأحبة تقول: أنا شاب ملتزم من الله وأمارس كذا، وآخر يقول: كنت أتخيل أني أكون كذا وكذا، وفي استقامتي أفعل كذا وكذا. أخي الحبيب، أدلك على أمر يزيل كل الوساوس والشكوك. تذكر ما أعده الله لك في الجنة بثباتك واستقامتك. إن كنت تفعل كذا فتذكر الجنة وما أعد الله فيها للصابرين للطائعين للتاركين جميع الملذات والشهوات. وإن كنت تفعل كذا وقد تراجعت إلى الوراء، تذكر إخوانك المنتكسين كيف كانوا يعيشون الآن في الزيغ والضلال، وكيف من الله عليك من دون الناس بالثبات والاستقامة. إذن أفضل طريق موصل إلى الجنة إلى النعيم المقيم ثباتك واستقامتك على أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الجنة أيها الأحبة ريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وزوجة حسناء جميلة، والله ما يصرفنا عن الجنة إلا تلك هذه الدنيا الدنية التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. يقول أحد الثابتين المستقيمين بعد من الله عليه بالثبات وقد أتته الدنيا بملذاتها لتريد أن تصرفه، يقول شعرا وقد أرسل لي أبياتا جميلة، والله أبياتا تهز الفؤاد، وهي والله دليل على ثباته واستقامته. يقول لها: علام اللوم عاذلتي علاما، فقد سئم الفؤاد من الملامة، كفى يا زينة الأهواء إني سلوت بريقي وحدك والغرامة، وعدت إلى الهدى والحق أبكي، ودمع المقلتين بدا سجاما، إلى الرحمن قد سارت ركابي، وودعت الأحبة والندامة، وما لي لا أسير إلى كريم أنار لي الغياهب والظلام، فكفي يا عذول فإن قلبي على نهج الشريعة استقام، إلهي دنيتي قد راودتني تطالبني الغواية والأثام، فثبتني على المنهاج عمري فأنت نصير من صلى وصام. نعم أيها الأحباب، الله ينصر من صلى وصام وثبت واستقام وسلم صدره، ينصره بإذن الله بثباته واستقامته على أمر الله. وأخيرا أيها الأحبة من عوامل الثبات، وذلك من أعظم عوامل الثبات، الدعاء. لا تمل أخي الحبيب من الدعاء، لا تقول أنا ثابت مستقيم وتترك الدعاء. الدعاء وسيلة أيها الأحبة وقربة ومناجاة. توجه إلى الله في الأسحار بين الأذان والإقامة، في السجود توجه إلى الله، فالله سبحانه وتعالى يكشف الكروب والبليات. سبحان الله من أنطق الألسن بذكره ودعائه ليظهر الافتقار إليه سبحانه، إذ قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وإذا سألك عبادي عني فإني
إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. العمل عليك فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الحمد لله يحب القائل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لولا دعاءك أخي الحبيب لكنت في الظلمات والتيه والحسرات والملذات. لولا دعائك بأن يمن الله عليك بالثبات لكنت والعياذ بالله ممن أزاغ الله قلبه عن طريق الثبات والاستقامة. فلا تبخل أخي الحبيب بالدعاء إلى الله. وكما قال نبيك: إن أبخل الناس من بخل بالسلام، وإن أعجز الناس من عجز عن الدعاء. ومن سره كما قال النبي أن يستجيب الله له عند الشدائد والكروب فليكثر من الدعاء في الرخاء. هذا هو عيبنا، ندعو عند الكروبات وعند الرخاء لا ندعو الله سبحانه وتعالى. فهو والله أفضل عوامل الثبات للاستقامة. وتأمل دعاء ابن عمر. كان ابن عمر يوميا يقف على الصفا ويقول: ماذا يقول وهو الثابت المستقيم؟ اسمع أخي الحبيب، ابن عمر أفضل من ثبت واستقام على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يقف يوميا على الصفا ويقول: اللهم أعصمني بدينك وطاعتك وطاعة رسولك، اللهم جنبنا حدودك، اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى تقبضني وأنا عليه. أرأيتم الدعاء العظيم لابن عمر؟ وكان من دعاء ابن عباس رضي الله عنه يقول: اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلني في حذرك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. وكان من دعاء ابن المسيب يرحمه الله: اللهم سلم سلم في كل يوم في مجلسه، اللهم سلم سلم. أسمعت يا من يريد الخير والهدى والثبات؟ أسمعت دعاء القوم؟ إذن الواجب عليك بعدما سمعت عوامل الثبات أن تعمل بتلك العوامل، ولا تتعلل بالملذات والشهوات، ولا تقول أني أفعل كذا وكذا. لا أخي الحبيب، اعزم وتوكل واجتهد وادعو الله سبحانه وتعالى واتجه إليه وافترح بين يديه وقف بالخضوع بين يديه واخشع ونادي الله سبحانه وتعالى، فالله يجيبك ويجيب سؤالك ويكشف كربك وغمك وحزنك. يريد الله منك الصدق واليقين والإخلاص، يريد الله منك الخضوع، يريد منك الدعاء، يريد منك العمل والاجتهاد في عبادته. قف بالخضوع ونادي يا الله، إن الكريم يجيب من ناداه، واطلب بطاعته رضاه فلم يزل بالجود يرضي طالبين رضاه. واسأله مغفرة وفضلا إنه مبسوطتان لسائلين يداه، شملت لطائفه الخلائق كلها ما للخلائق كافل إلا هو، فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه، ملك تدين له الملوك ويلتجى يوم القيامة فقرهم بغناه، رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه، كم نعمة أولى وكم من كربة أجلى وكم من مبتل عافاه، وإذا بليت بفتنة أو كربة فادعوا الإله ونادي يا الله. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا ودود يا مجيد يا فعال لما تريد، نسألك أن تثبتنا على الحق والهداية. اللهم ثبتنا على الاستقامة، اللهم ثبتنا على الاستقامة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا حي يا قيوم. اللهم من أراد إخواننا المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي لبنان
وفي الشيشان وفي كل مكان بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، اللهم فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم إن إخوان القردة والخنازير، اللهم إن إخوان القردة والخنازير يريدون بالإسلام شرا، اللهم فاجعل كيدهم في نحورهم، اللهم فاجعل كيدهم في نحورهم، اللهم فاجعل كيدهم في نحورهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا يسعنا أيها الأخوة في هذا المقام إلا أن نشكر لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الواحد ابن رجا الله المغربي على هذه الكلمات الضافيات، فقد شنفت الآذان لسماعها وترققت القلوب لسماع مثل هذه الكلمات، فوالله كم نحن محتاجون إلى مثل هذه الكلمات. أيها الأخوة، اختصارا للمحاضرة، فقد ذكر الشيخ عوامل الثبات في نقاط، أولاها الإخلاص، ثم ذكر الشيخ أيضا ثانيا قراءة القرآن الكريم وتعاهده، وثالثا الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، رابعا معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، خامسا سلامة الصدر، سادسا تذكر الجنة، وسابعا وأخيرا الدعاء. شكر الله لفضيلتكم هذه المحاضرة القيمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلتم في موازين حسناتكم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.